شلونكم شباب؟ اليوم ان شاء الله اخلي السقف يبقى بس الواجهية لازم اسويها، لان دارد اسويها مثلا عوادين هيك هواية، والباب اسوي بيها فيكة يمكن يعني تطول علي. فهسه اول شي لح ارد اشد السقف. هاي السقف كمل، بقت بس المجرات والواجهية. المجرات ما جايب لهن اصلا خشب، بعدني ما عندي خشب، لازم اروح اجيب لهن. تبقى الواجهية على كيفي اشتغل بيها بعد. طبيت ذني براغي حتى لا يتحركن. هسه لح اصفط الحلات. ذني الصفطن هيج، بس يمكن اغير مكانهن لو اعوفه هيج. بعد ما يندرى منه خليه نشوف انه يمكن يقومون يتعاركن اذا هنا وهنا. بعد الا خليهن يلا تبين. بس هيجي صارت، لان ما يروح من فوق، مكان كلش صغير. اغطي هاي بها هاي الصفحة، حتى هنا متغطاية، والباب يمكن اسويها سيم. وذيك الصفحة هم اقص لها نفس هاي، وهنا انا اخليها حتى لا يطب لها المطر. خليت لهن خشبة لخ بالنص، صارت احلى هيج. بعد يمكن اغلفهم بالسيم ذاك القوي كلش، وعلى اساس ردت اخليه نقشات، بس يمكن حاعوفن، يمكن اسوي بس هاي الواجهة اللي بالنص. ويمكن هم حسويها باب، لين اقول خاف ما اقدر الوح الطير، جوز اسويها واجهة بس بيها سرقي يعني تبقى ثابتة، شو وقت ما اريد اقدر افتحها شلون الباب. وهاي البوب شديت لها من هذا السيم وخليت لها بسمار، لان الكليبس ما يكمش بيهن كلش قويات، حتى البسمار دا يرف عنه. كمل الذني، بعدين اخلي النقشات ورا ما اكمل كل شيء. انا قلت اليوم بلكت اكمل حتى انقلهن، بس بقت عندي هاي اللي بالنص، بعد لو لحق اكمل لو اعوفها على باكر. البوب كملن، بقت بس هاي اللي بالنص الواجهة، لقيت هاي خشب تفيد بالنقشات. هسه يمكن حسويها ذني، بس قبل لا هاي خل اطلع الطيور، صار لهم نص اسبوع لسه ما طالعات. مع السبيري وين صاعد. قبل صعدين على البرج ما بصاروا.
اليوم هو بعد طيور مطشرة طشر بعد 3 تور غربة. لا هذني مال ابو الانشائية عنده بس 2 يطير وهذا غريب. وهاي الواجهة بلاعيمي منتهي. هاي البارحة كملتها بالليل عشان صارت حلوة. سويتها هاي نقشة مال يابانيين ما ادري مال صينيين، صارت خرافية. هاي شديت الى هاي. بعدني ما شد النقشات بعدين لان لازم اصبغها بالاول، خاصة اللي فوق من هذا الخشب العاوي لازم اصبغه بوي عدة طبقات. حتى سيليكون حجيب له خلي له بين الفراغات. بس نقصت ذني هذني صدق بعد شلون سويتها. ما سويتها هيك تنفتح، حتى خاف اريد اكمش طير يعني منها ما اقدر اكمشهن الا افتحها كلها. بس هاي بالصدفة افتحها يعني. المهم خليتها تنفتح مو بس واجهية. ايش عندي بعد منقص ذني نرمايد، لازم ادور لي هسه نرمايد. انا اشتريت بس ما ادري وينهن، اختفن. خل اشوفكم الافراخ. كبرا ما شاء الله. هذا عنده بيض، هذا عنده بيض، هذا عنده بيض. هذا اللي كان عبالك ما مخرج بس كان يمكن مريض، هسه ما بي شيء يطير ومضبوط. هاي الطيرة اخذتها من صديقي، بس جبتها كان جناحها بعد شوية ويطول. قبل بيضت وتفتر عندي فوق آية، يعني تاخذ لها فركين وتنزل. زين بسرعة جلدت يومين. باع هنا هذا الفحل زاوج نثيتين واثنيناتهن بيضات، خليتهن حلة واحدة بصف. كانن يتعاركن على ذيك لين بيضة 4 بيضات هناك. عزلتها وخليتها اثنيناتهن قامن يقعدن. هسه الفحل قاعد وهاي النثية. مرات تطلع هاي النثية تجي ذيك وينها؟ نثيتها اللخة عنبرسرة عيونها برتقالية ما ادري وينها. ذيك بالاخير. فتحت ذني النرمايد من البرج القديم اللي كان جوا اللي فلشته، ولا مزنجرات بس عادي ما بيه حيل اروح بهاي البزازين ولا اتخلص منها. ما اسوي لهن يرجعن نوبكومه صغار. هسه اللي حشد هاي الباب. وهاي كملت. صارت البوب شوية ضيقة بس احسن. وهذا البرج كله كمل. هاي البوب، هاي الواجهية هم تنفتح نفس ما شوفتكم. وهاي الباب صارت بابين والبالنص هم تنفتح. بقت هاي عندي شنو هاي سويت هاني، قلت حتى من اسوي هنا المسرح اسوي هنا هاي يمكن تكمله مسرح ولي فوق حتى البصارة تشوف المكان كله تعين عليه حتى ما نضيع. ولو هنا انا مشتريهن عليك الله هسه يمكن كلهن يطلعن مطيارهن عادي. يلا لا مطيارهن عادي يمكن ابيعهن واجيب. يمكن عاجبني شو يسموهن نسيتن، هذا اللي يطيران كلش خفيفات نيكولا. يمكن اجيب لي فد كم زوج نيكولا. لو نجيب بصراويات معروفات على المطيار. تبقى هاي شنو هاي اللي شد لها هيك حبل قلت حتى من الداخل من برا افتح طوب يطلعن بالمسرح.
بعد خلصنا. يمكن على الفيديوهات الجاية راح اشوفكم شلون حنقلهن كلهن هنا.